مما لا شك فيه ان العزيمة والاصرار هي اللي بتخلي الحاجة تحفة. وقد كان. طبعا انا المرة دي كنت ناوية للمحشي، اللي هو لا بقى انا هعملك بقى بالتركات والحركات بتاعت ايام زمان. هنا كنت ضربة طماطم كده سكة بس ما فيهاش مية خالص. وقطعت الخضرة اللي انا وريتها لكم امبارح في المشتريات، واي حاجة طويلة زيادة بشيلها كده دلوقتي، وكمان هتلاقوني بشيلها وقت الحشو. جبت بقى الحلة الجميلة دي وحطيت بقى، وطبعا البصل اساسي. ده كانوا 3 بصلات كبار، طبعا المحشي بيحب البصل الكتير. بدأت بقى هنا ان انا افضي كده اسمها ايه، الكبة كده من السلاح بتاعها، علشان لما افضي في الحلة. انا هنا سايبة الحلة تنشف ميتها علشان لما احط السمنة والزيت. هنا طبعا بحب ان انا اهبد السلاح على اي حاجة، سواء معلقة او الاسباتولا دي، علشان ما اهبدهاش على البولة ذات نفسها، علشان ما تتجرحش او تتكسر لا قدر الله. طبعا الحاجات دي دلوقتي باسعار وقدرها، ان احنا نحافظ على الحاجة طبعا يكون افضل. حطيت بقى هنا بتاع 3 معالق كبار كده سمنة. طبعا المحشي بيحب السمنة والزيت كتير، فما تبخليش. فهنا حطيت ما تبقى من علبة السمنة. وكمان هحط بقى زيت بقى، مش شرط بقى زيت تومين بقى، زيت اي حاجه. انا هنا كان عندي زيت تومين، فحطيت كده حبه حلوين. قلت اسيب كده حبه يستور البيت، بدل ما يبقاش فيه زيت خالص، لحد لما ان شاء الله نجيب. سبته كده. هو طبعا اول لما حطيت علشان الحله سخنه، بدأ ان هو يسخن على طول. حطيت بقى كده البصل بقى طبعا هشوحه تشويحه جامده قوي، اللي هو ياخد كده لون، مش اللي هو يكون مجرد ني. طبعا اللي عارفني بحب ان انا استسهل بصراحه، واعمل المحشي او الممبار ني في ني. بس ده طبعا الاحلى والاطعم ان انتي تسبكيله. اولا بيبقى مفهوش ميه كتير، ثانيا بيبقى طعمه بصراحه احلى. يعني الحاجه المخدومه بصراحه بيبقى طعمها احلى من الاخر يعني. هنا بقى البصل كان بدأ ياخد في لون. وهنا طبعا الكوسة والبتنجان والفلفل. طبعا انا الكوسة والبتنجان قورتهم الصبح بدري، كنت صاحية الصبح بدري عشان كان عندنا درس. فقورتهم بقى كده وانا قاعدة كده على صوت العصافير، فخلصتهم اوام. كنت حابة ان انا احفرهم معاكم بصراحة، بس اللي هو ايه، الحر طبعا مش قادرة بجد. فبدأت كده اكمل هنا تقليب في البصل. طبعا هياخد وقت شوية مع انه على نار عالية، بس مش عارفة ليه اخد وقت. المهم ياخد التحميرة الحلوة. طبعا الكوسة انا ندمت قوي ان انا جبت الصغننة دي. المفروض الاحلى اللي هي بصوا، اللي هي تكون قصيرة ومكببة زي البتنجانة كده. في نوع كوسة بيبقى بالمنظر ده. هنا بقى طبعا البصلة كانت اتحمرت، وحطيت بقى الطماطم. طبعا الطماطم معلهاش ولا نقطة مية. فضلت بقى اقلب كده، وغطيتها لحد لما اتسبكت والمية بتاعتها نشفت وبقت تحفة بصراحة. هفضل بقى هنا شوية اقلب علشان كله كده يتجانس البصل والطماطم. وهنزل كده ما تبقى من اي حاجة في البولة. طبعا احنا جينا علينا في وقت من الاوقات انك عشان تعملي محشي الدنيا غالية قوي. يعني الاكلة دي ممكن تكون مثلا كلفتني بتاع 60 جنيه كده تقريبا. هنا بقى طبعا التركات والحركات بقى اللي هي لازم علشان اي مرارة في البتنجان او الكوسة تنزل، الا وهي مية، وفيها شوية ملح وشوية سكر وعصرة ليمونة. وتسيبيها كده بقى لحد لما تتسبك اي حاجة، حتى هتلاقيها نزلت بقى مرارتها والدنيا بقت تمام. هنا بقى طبعا كانت الصلصة اتسبكت، فكان لازم ان انا اسيبها تبرد. طبعا كنت برضو قورت الفلفل اوام بقى كده. حطيت الصلصة بعد لما اتسبكت مع البهارات بتاعة المحشي، هكتبها لكم في صندوق الوصف. والخضرة اللي انا كنت لسه جايباها طازة، زائد خضرة كنت مفرزاها، خضرة محشي. وهنا مثلا بتاع نص كيلو رز. مرضتش ان انا اكتر، مع انه كان كتير قوي برضو. وطبعا قلب. طبعا التقليب دوت مجهود جامد.
طبعا اللي مخليه سهل كده التسريع. طبعا الحاجات اللي انا بطلعها دي العواد الزياده. هنا حطيت مرقه ماجي، كنت حاطه كمان 2 قبلها، بس انا دقت كده لقيتها ان هي محتاجه، فقلت بدل ما ازود ملح ازود واحده ماجي كمان. جبت بقى هنا جوانتي. المفروض كنت جبت 2 لان طبعا الحشوه فيها فلفل حامي، فاللي هو لو همسكها كده بايدي اللي هو لا انا كده هنهار. فبطقت لكم الحته دي كده اللي هو بصوا ما تحشيهاش قوي. وكمان كنت بوريكم البتنجان الصغنن المكبب ده بيبقى حلو. طبعا هنا الكوسه كانت بتاخد غلبه شويه علشان هي صغننه والحفره بتاعتها صغيره، فاللي هو كنت بدخل كده صبعي الصغير علشان الحشوه تدخل. بس انا اتعلمت، يعني اتعلمت ان انا اجيب الكوسة قصيرة كده ومكببة، يعني علشان تبقى يعني تاخد حشو كتير، وكمان ما تغلبنيش وقت الحفر. خلاص بقى كده انا خلصت كده كمان الفلفل ورصيتهم كلهم في حلة واحدة. هنا بقى جبت حلة علشان احط ما تبقى من الرز، وهنا طبعا الحاجة كده اترصت حلو نوعا ما يعني على قدي، وحطيتها كده وزودت لها شويه ميه وهسيبهم بقى ايه يستووا زي الرز العادي. طبعا ده بيبقوا احلى شويه رز، اقسم بالله بيبقوا تحفه، بيبقوا احلى من المحشي ذات نفسه. سخنت بقى كده ميه وزودت هنا، والباقي هحطه على الرز كده، وخلاص كده ياخدوا بقى الغلوه بقى واسيبهم بقى يستووا براحتهم. هنا بقى الوهله كنت خايفه بصراحه، قلت لا انا هفشل وبتاع ومش عارفه ايه، بس كانوا هما لسه ما شربوش الميه قوي، فقلت انا هسيبه يستوي براحته. وقد كان. بصوا بقى التحفة والحلاوة والشقاوة. هنا انا بحب يكون فيه صوص كده بصراحة، يعني انا كنت قاصده ان انا ازود شويه ميه علشان الصوص ده انا بحبه، كمان لما يجي يتسخن ما بحتاجش ان انا ازوده شويه ميه، ما بحتاجش ان انا ازوده سمنه او حاجه. فهو كده تمام التمام قوي، مستوي وتحفه وطعمه رهيب، اقسم بالله كان طعمه يا لهوي على طعمه. والكوسه كانت مستويه حلوه قوي قوي قوي. اي نعم في كام واحده طلعوا رز كده واللي هو ما كانوا فاضيين بمعنى اصح، بس اللي هو مش مشكله. بصوا ماسكه نفسها كده، انا كان نفسي قوي اطلع محشي ماسك نفسه كده. انا كان طول الوقت او معظم الاوقات اللي انا كنت بعمله فيها، انا مش بعمله كتير بصراحه، بس كان بيطلع فاشل بصراحه. حتى البتنجان مستوي وكمان ماسك نفسه. بصوا الرز كده مستوي والبتنجانيه ذات نفسها حلوه، والبتنجان الابيض ده طلع اختراع بصراحه في المحشي، احسن من الاسود بكتير، وليه طعم لذيذ كده طعمه حلو. بصوا بقى الرز كده ممسوك كده وحلو قوي، والفلفل رهيب، انا جوزي بيعشق الفلفل. والرز طبعا ملحه حلو طعمه تحفه. بصوا طعمه رهيب رهيب رهيب. ولا الرز بقى اللي انا عملته ده اللي هو ما تبقى من الحشوه، هي معجنه سيكه بس طعمها تحفه تحفه. وده طبعا بسبب الصلصه، فاللي هي الحاجه اللي بطماطم، الرز اللي فيه طماطم بيعجن سيكه كده، بس احنا عامه يعني بناكله عادي يعني. انا بعشق الكوسه المحشي، بعشقها بعشقها بعشقها، بتبقى بصراحه تحفه ورهيبه. بس الحمد لله الحاجه طلعت معايا حلوه، الحمد لله مبسوطه قوي ان انا عملتها وبطريقه حلوه. طبعا بقى سقفه ليا، طبعا استحاله، لازم اسقف لنفسي لازم، وازرغط كمان بما ان الحاجه طلعت حلوه الحمد لله الحمد لله. هو بس اي حاجه محتاجه صبر، ومحتاجه ان هي تتعمل على الاصول وعلى ايام زمان، حقيقي هناخد طعم حلو، وكمان الشكل كمان هيبقى حلو. طبعا هنا انا مش قادره ان انا اوقف اكل علشان هو حقيقي تحفه. سقفه ليه كمان، سقفه ليه كمان، اكيد هسقف دلوقتي اكيد فالحمد لله ان الحاجه طلعت حلوه، الحمد لله حقيقي مبسوطه. طبعا الصوص اهو زي ما بقول لكم، بحب اخد كده منه احط، بيبقى شبه الحاجه شبه المحشي السوري كده شويه، بيبقى فيه شوربه كده. يعني اصلا انا لو كنت دلقته في صينيه ولا حاجه، بس احنا كنا اصلا النهارده متغديين سمك مشوي وكده، فده كده كان بتاع السهره، ده كده محشي السهره. سقفه تاني ليا سقفه طبعا فبصراحه كان طعمه رهيب رهيب. طبعا انا هكمل اكل طبعا اكيد. خلاص بقى كده
نمشي بقى على كده بقى، كفاية. لازم طبعا. بس لو وصلتي لحد هنا احب اشكرك طبعا، واشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.